وباء كورونا فرصة للنقاء والارتقاء. في البداية أقول إخواني أخواتي، نحن نعيش في دار الدنيا، والحياة دار ابتلاء، الحياة دار اختبار. خالقنا هو الذي أنبأنا في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رب سبحانه خبرنا في القرآن الكريم، وهو اللي خلقنا، أنه سيجربنا، سيبتلينا، يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء، ويبتلينا كيفما شاء لا كيفما نشاء، ويبتلينا متى شاء لا متى نشاء. رب سبحانه أغي جرب سويني قفغا ماشي سويني نفغا، وذا غي جرب ملمي قفغا ماشي ملمي ينفغا، وغي جرب أكني قفغا ماشي أكني نفغا. وربنا في سورة البقرة قال في الآيتين 155-156: ولنبلونكم بشيء من الخوف، والبشر كلهم يعيشون الآن حالة من الخوف. لحسن حظنا ربنا قال بشيء من الخوف، وهذه من رحمته جل جلاله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجربنا بما يشاء، ولكن في المقابل نسأل الله أن نكون من الصابرين فننال الأجر الوفير بوعد من الله، ووعد الله حق. قال ربنا عز وجل في أمر الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الصلاة اللي هي عماد الدين، كي يصليوا الناس في جماعة عندهم 27 درجة، وفي رواية الحديث 25 جزءا، والصلاة عماد الدين. ولا شو كشفان تظليث ما إلا ظلني مذانا أكن ذي الجماعة ترفعث ساعة 27 درجة، يعني لا جرغم قرآن. ولكن ثمسلة الصبر إمي ربي زراب اللي يوعر يفكيس لاجر بلا الحساب بلا ثلاث. ربنا عز وجل في أمر الصبر يعطي الأجر بغير حساب، لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا فضل من الله عظيم. رب سبحانه عز وجل يجربنا كي نكونوا صابرين، ربي وعدنا ووعده الحق. لأنه إخواني أخواتي الله يحفظكم، كي نلقى وعد ربي ولا وعد النبي عليه الصلاة والسلام لازم نفرحوا. يعني الإنسان ممكن يوعد إنسان آخر وممكن ينساه، وحتى كي يتفكروا ما يقدرش يلقاه. أشحال من المواعيد تعطلت في هذه الأيام، واحد يعطي رونديفو لواحد آخر ما يقدرش. لما في النهاية أمر الله يصير، لأن الإنسان وهو يعد لا يملك شيئا، لا يملك روحه، ويملك روح يسنسا يزمر في مث، ولا يملك روح الشخص الثاني صاحب الوعد، ويملك الروح بينك ويفكت ساعات، ولا يملك الزمان ولا يملك المكان، لأنه رب سبحانه قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المعنى يس يونوري الزميرة ذي وفيس وين يقفغا كان بلا شك ذي يجتهد، ولكن كل شيء يجري فاسنا ربي. ولكن ربي ما يوعد الوعد ينس ذي الحق. ربي سبحانه إذا وعد فوعده حق، وإذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق فهو حق. لذلك ربنا عز وجل وعدنا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بلا الحساب. وذي سورة البقرة ما كان الإسلام يناد: وبشر الصابرين. لذلك الإمام الشافعي ربي يرضى عليه حينما سئل عن واجب وأوجب وصعب وأصعب، فأعطى جواب شعري في شكل حكمة.
مما ورد في هذه الأبيات قال: من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب، إلى أن يقول: والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. يوعر بنادم هذه الصبر المصيبة نغيث ديانتك كثم قران يوعر ماشي داين سهلا، ولكن ذا شو يوعرنا أكثر ما إلا بنادم أوري الصفيرارة يروح أصلاجر، يعني ضياع الأجر مصيبة أكبر من المصيبة نفسها، والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. لذلك يتمثل في استماثين إن شاء الله غادي يرزق ربي الصبر من قرآن، وإن شاء الله ربي يدير في الوباء كي الهلاك كي، وإن شاء الله هادي يفكر ربي الشفاء مضان، وإن شاء الله هتعيو الشدة ودغى الثلويث. وربنا عز وجل وعد في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال.